ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طبق مميز جدا مناسب جدا لو عندك عزومة، شكله فخم على السفرة. هنعمل ورك الديك الرومي في الفرن بطريقة حلوة جدا، متأكدة ان انتوا لما تجربوه هيعجبكم جدا. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. ورك الديك الرومي انا نقعاه مش اقل من 3 ساعات في محلول النقع اللي هو دقيق وملح وليمون او اي محلول نقع انتي بتفضليه. بعد كده هغسله كويس وهشطفه من محلول النقع، وهبدأ ان انا اعمل التتبيلة: بصلاية كبيرة وطماطماية كبيرة ومعلقة كبيرة من الصلصة، فصين كبار من التوم، ولو التوم بتاعك صغير هتستخدمي 4 فصوص، وربع فنجان من الزيت، معلقة كبيرة من البصل بودر، ومعلقة كبيرة من التوم البودر، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، معلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وعصير ليمونة. وبعد كده هحط ربع فنجان من المية، وهبدأ ان انا اضرب التتبيلة بتاعتي في الخلاط. وانتي بتضربي التتبيلة لو حسيتي ان هي ناشفة شوية ممكن تزودي المية بالتدريج. بعد كده هجيب ورك الديك الرومي، طبعا زي ما قلتلكوا بعد ما غسلته كويس من محلول النقع، وهبدأ احطه في طبق كبير بالشكل ده، وهنزل عليه بالتتبيلة اللي احنا عملناها. هبدأ ان انا ادعك التتبيلة كويس في الورك بتاعي، وهحاول ان انا ادخله جوه الجلد على قد ما اقدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، هفضل اعمل مساج كده للورك بتاعي علشان يشرب من طعم التتبيلة، وهبدأ ان انا ادخله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هغطيه وهسيبه في التلاجة ليلة كاملة. تاني يوم بقى هجيب صينية وهحط فيها مية مغلية، وهبدأ ان انا احط في المية شوية منكهات. طبعا الخطوة دي اختياري، بس هي بتدي طعم حلو قوي للورك بتاعي. حطيت شوية روزماري وشوية ورق لورا، عودين كده من القرفة. حطيت كمان كام فص حبهان وكام ليمونة مجففة. هجيب بقى الشبكة، هحط الشبكة وهبدأ ان انا احط عليها ورك الديك الرومي. لو انتي الصينية دي مش متوفرة عندك ممكن ان انتي تحطي الورك على شبكة الفرن، وتبدأي ان انتي تحطي تحتها صينية مستطيلة بحيث ان البخار بتاع المية يخلي الورك بتاعك طري ودايب معاكي. احنا سبق وعملنا الطريقة دي مع بعض للناس اللي مش متوفر عندهم الصينية دي، وهسيب لكم اللينك في الكومنتات. كمان لو انتي مش متوفر عندك خالص صينية مستطيلة، ممكن ان انتي تسويه في اكياس حرارية وبرضه هيطلع حلو معاكي اوي. غطيته بفويل ودخلته الفرن، خد معايا 3 ساعات. وبعد كده اشيل الفويل من عليه وهديله وش تحت الشواية. كده الورك بقى جاهز معايا. قدمته مع رز بسمتي اصفر، وسبق برضو عملناه مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك في الكومنتات لو حبيتوا ترجعوا للفيديو. حمصت كده شوية مكسرات علشان ازوق بيهم، وطبعا برضو الخطوة دي اختياري، ولكن انا حبيت ان انا ازوق الطبق بتاعي. هنبدأ بقى ان احنا نقطع الورك بتاعنا مع بعض علشان اوريكم هو قد ايه مستوي ودايب معايا، وكمان ابيض وزي الفل من جوه، وبجد طعمه حلو قوي وهيعجبكم جدا. كمان الناس اللي ما بتحبش الديك الرومي متأكدة ان هم لو جربوا الديك الرومي بالطريقة دي هيعجبهم قوي وهيعتمدوا الطريقة دي. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.